لازم تعرف مثلث الخوف عند اي هايرنج مانجر هيفكر يعين داتا ساينس، ومحدش هيقول لك الكلام ده غير. ليه انا بسميه مثلث الخوف؟ لان اي حد هيفكر يعين داتا ساينس هيكون خايف من 3 حاجات رئيسية. اول حاجة، انا هكون خايف ان حضرتك مش فاهم بيزنس، ومش فاهم انك شغال عند البيزنس، ومش فاهم ان كلنا بنحاول نخلي البيزنس بروسيس افضل. عشان كده لازم السي في بتاعك يبقى بيتاكل النقطة دي، وهقول لك ازاي كمان شوية. تاني خوف عند الهايرنج مانجر ان حضرتك تكون ضعيف تكنيكال، يعني كل اللي تعرفه عن الماشين ليرنينج هو فيت وبريدكت، وبالتالي انت مش هتقدر تحسن موديل، مش هتقدر تعمل انسامبل، مش هتقدر تفكر في فكرة جديدة، مش هتقدر ايفن تذاكر تكنيك جديد وتشتغل بيه. تالت نقطة بتخوف اي هايرنج مانجر ان حضرتك تكون نوت بوك انجينير، يعني حضرتك بتقدر تفكر جوه النوت بوك بس، ولكن انت ما بتقدرش تروح من مرحلة النوت بوك لمرحلة السوفت وير برودكت اللي فعلا بيحل مشكلة ما. عشان تبتدي ترد على مثلث الخوف اللي موجود عند اي هايرنج مانجر، تأكد ان السي في بتاعك فيه 3 انواع من المشاريع. النوع الاول هيكون مشروع بيحل بيزنس بروسيس، بيستخدم بيزنس ترمينولوجيز، بيتكلم عن واحده من البروبلمز الشهيره في احد البيزنسز اللي انت تحبها. النوع الثاني هيكون مشروع بتفلكس فيه او بتشوف فيه يور تكنيكال نوليدج، بتشوف فيه يور تكنيكال اكسبرتيز، وبتاكل فيه التوبيك بتاع الماشين ليرنينج اللي هو عصب الداتا ساينس بشكل كويس جدا وبشكل قوي جدا، وبتحاول تبين فيه كل امكانياتك في الحته دي. المشروع الثالث هو المشروع اللي بيثبت ان حضرتك مش نوت بوك انجينير، وان انت تقدر تدي فولي فانكشنال سوفت وير انجينيرنج برودكت، وتقدر تعمل مونيتورنج وديبلويمنت بشكل كويس وبشكل واضح وصريح. من اهم الحاجات اللي لازم تعملها وانت بتعمل ال3 مشاريع دول